بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. راكم تشوفوا من خلال الصور العمل تاع اليوم رايحين نديرو شامية اكسبريس سريعة والنتيجة تاعها مبهرة. سبق انه حضرت المرة في الفيديو اللي في فيديو من فيديوهاتي اللي فاتو شامية ولا قلب اللوز، ولكن حضرتها بطريقة المحلات، يعني نخدمها اليوم العجينة والغدوة من ذاك عاد نقد نطيبها. ولكن هذه المرة الوصفة تاع اليوم رايحين نديرو شامية او لا قلب اللوز. نخدموا العجينة في الان ويعني دروك ونطيبوها تو سويت، ما خلوها تريح غير نص ساعة، ما خلوهاش تريح ليلة كاملة. بلا ما نطول عليكم رايحين نبداو مباشرة. المقادير وطريقة التحضير. نبداو نوجدو الشربات. بسم الله. نحتاج هنا 4 كؤوس تاع ماء وكاس ونص تاع سكر. انا درت كاس ونص برك، ما نبغيش الحلاوه بزاف. وهنا نحتاج شريحه تاع ليمون، وهنا نحتاج كذلك كاس اتاي تاع مزهر. بالنسبه للكاس تاع الماء اللي يعني معبره به يرفد 240 مليلتر. راح نديرهم في كسرونه السكر والماء، نحطهم في كسرونه كامل كل شيء ونخلط. انا درت 4 كيسان تاع الماء وكاس ونص تاع السكر. بالنسبه للمزهر ما غاديش نستخدمها الان، حتى من بعد، حتى كي يغلى لي الشربات، كي تغلى عاد نزيد المزهر. راح نزيد هذيك الشريحه تاع الليمون والكوب هذاك تاع اتاي تاع مزهر، غادي نخليه حتى في التالي. بعد ما غلات لي الشربات نتاعنا راني زدت لها دروك، زدت لها 10 دقائق. مور 10 دقائق خليتها تغلي. عاود كبيت عليها هذاك كاس اتاي تاع مزهر. 10 دقائق غلات وكبيت عليها كاس وطفيت لها. دروك رايحين نحضروا هنايا العجينه. شنو نحتاجو بالنسبه للعجينه؟ نحتاج هنايا السميد اللي حرش تماما حرش. كي تروحوا عند الحانوت تقول عطيني السميد تاع الشاميه القرو كاع. بلا ما يعني انا شريت هنا تاع الميزان اللي يتباع بالميزان، ما شريتش ماركه معينه. واللي تقدروا تخدموا بموله يخرج مليح. انا راني خادمه هنا تاع الميزان. ومن بعد غادي نزيد لهم نصف ملعقه صغيره تاع لافاني، غير نص، ونضيف لهم قليل من الملح ونخلط كل شيء هادو ونخليهم على جانب. فوالا، نخلي هادو على جانب. نروح دروك نكمل بقية الوصفة. عندي هنايا هذا الإناء راح ندير فيه 2 كيسان تاع السكر. راني عبرت بنفس الكاس، ما بدلتهاش، تاع 240 مليلتر راني نعبر به كل شيء. 2 كيسان تاع السكر. اللي تبغي تنقص السكر تنقص، دير غير كاس ونص. وهنا عندي نص كاس تاع الحليب. ونزيد لهم كذلك ربع كاس تاع ماء، ونكمل هلال النص تاع مزهر، معناتها ربع ماء وربع مزهر. نص كاس تاع الماء خليط مع مزهر. وعندي هنايا كاس معمر تاع الزيت، كاس معمر تاع الزيت. راح نخلط كلشي بالميكسور، نطلعهم كيما نطلع المايونيز عادي. خلط كلشي مع بعضه حوالي 10 دقائق وانا ندير في هذه العمليه حتى تولي عندي كي شغل كريمه كيما نطلع المايونيز تماما. بعد ما فات 10 دقائق ندمج لي كلشي وتحصلت على هذه الكريمه البيضاء. ها هي قدامكم، رايحه نوريها لكم باش تفهموا. ها هي تحصلوا على هذه الكريمه. رايحه نضيفها للسميد نتاعنا اللي خلطناه مع لافاني والملح. ملاحظه ما تكتروش الملح، يعني غير باش نوازنوا الذوق تاع الشاميه ولا قلب اللوز كما تبغوا. نخلطوا في البدايه غادي تبان لكم بلي راهي جاريه، بصح بالخف غادي يشرب لكم السميد هذيك الكريمه. نخلطوا كاع هاد المكونات بيان حتى تندمج كل شيء
يتخلط مع بعضها. نخلط مليح، مبغيتش نقطع بزاف باش تفهموني الطريقه كيفاش نديروها. ما نعجنش، غير نسي ندخل المكونات مع بعضها. اونتوكا هذا ما تخافوش منه، سميد الخشين تماما، ما تخافوش يتعجن. ومن بعد جبت صينيه، دهنتها بالزيت، دهنتها كاع من الجوانب مليح بالزيت. تبغوا تدهنوها بالسمن احسن، انا ما عنديش. غادي ندير نصف الكميه تاع العجينه. نذكركم اللي ما خليتهاش تريح مباشره راني نخدم فيها. ندير نصف الكميه تاع العجين في الصينيه، نفرشها مليح، نسوي كاع الاطراف، نجيبهم كاع كيف كيف هكا. نحاول اني نجيبها على مستوى واحد. انا كملتها، جبتهم كاع كيف كيف، جبت كاع مستوى واحد. جبت شويه كاكاو في هاد الصفايه هذه، وراني ندردر فيه من الفوق في بلاصه الحشو. اللي تبغي دير كاوكاو، انا ما يبغوليش الكاوكاو صراحه في وسط الشاميه، قلت ندير غير الذوقه تاع الكاكاو هكا، ندردره كامل. الا بغيتي ديري كاوكاو، جيبي كاوكاو مطحون، وديري فيه 2 مغارف ولا من هاد العجين اللي رانا نخدمو فيه تاع الشاميه، ديري معاه 2 مغارف، خلطيه وزيدي معاه شويه كاكاو ودردريه في الوسط. باش تجي عندك الحشوه طريه، لازم تخلطيه بشويه تاع الشاميه، ماشي شاميه بالعجين تاعها. ديري معاه 2 مغارف. اوكي، انا درت غير الكاكاو، يعجبني هكا خير. ونضيف النصف اللي بقالي، نفرشه طبقه من الفوق. فوالا، غادي نديرها كامل ما نخلي والو. غادي نمشي كاع هاد العجين فوق، من الفوق، باش يولي لي كامل كذلك مستوى واحد. راح نكمل نسوي كامل هذا السطح، نعاودو نتلاقاو. سيت نديرها كامل على مستوى واحد، او خرج لي شويه كاكاو معليش، كي غادي طيب ما يبانش. غادي هنايا نفوت عليها هكا غير شغل نقطعها قطع هكا غير بالخدمي، بلا ما نوصل المصغيله للقاع تاع الصينيه، لا غير من الفوق شغل، غير نبين هكا الشكل بهذه الطريقه. وهنايا راه عندي كاوكاو، ولكن قبل ما نديره راح ندهن كاع الوجه، كامل الوجه نتاع قلب اللوز ولا شاميه بالزيت. بديت دهنت الصينيه بالزيت، غادي نكمل بالزيت لخاطرش ما عنديش السمن. من الافضل يكون السمن، يجي الذوق تاعه احسن. ومن بعد غادي نزينها حبات تاع الكاوكاو. عندك اللوز ديري اللوز، بغيتي الجوز ديري الجوز، زيني باش تبغي، ولا ما ديريش كاع نورمال. راح ندير كي شغل وردات زهرات هكا غير بالكاوكاو نخدمهم باش يجيني الشكل شباب. نكمل التزيين، نعاودو نتلاقاو. بعد ما كملت التزيين دروك بقى لي غير ندخلها للفرن. الفرن يعني يكون درجة الحرارة 200 درجة حرارية، نشعله من الفوق ومن التحت. كي يحمروا لي الحواشي نشوفهم حمار ونعرف بلي راهي طابت من التحت، نشعلها من الفوق ونخليها تتحمر. انا صاي طيبتها وراي عاد خرجتها من الفرن مباشرة. غادي ندير عليها الشربات، غادي ندير عليها كمية من الشربات تمشي كاع، ونخلي شوية. نذكركم بلي الشربات انا درتها في الفريجيدير باش تبرد لي، معناتها نخدم بها باردة تماما، ما نخدمش بها حامية.
درتها في هاد العلبة ودرتها في الجدار بردت لي. نسقي نخلي ماشي كاع، نخلي شويه، نعاود نرجعها للفور وهو ساخن، عاد ساخن غادي نرجعها ليه ديريكت. كي تشرب هاد الشربات نعاود نخرجها. خليتها 10 دقائق في الفور ومن بعد خرجتها، هي شربت كاع هادوك الشربات. كي راني نشوف بلي شربت كاع غادي نزيد لها شبقالي البقيه تاع الشربات اللي خليتها غادي نزيدها. نتوما اللي شفتوها عاد مور 10 دقائق وتخرجوها تشوفوها، ذكر ان الفور يكون طافي. الفور لازم يكون طافي ماشي شاعل وتدخلوها فيه صح. هيا لا شفتوها بلي راه عاد فوقها الشربات من فوق ما تعاودوش تزيدوا لها. صاي انا شفتها بلي راهي نشفت غادي نزيد لها ونعاود نتلاقاو. دخلتها الفور ثاني، عاود جبدتها مور اللي زدت لها هذيك الشويه. هاك تشوفوا عندي هنا في هذاك الكوان راه عندي الشربات بون سي بون بلي راهي متشربه غايه ما خصهاش. غادي نغطيها بهذا الورق البلاستيكي هذا ونخليها تبرد تماما ومن بعد ندخلها الثلاجه. علاش نغطيها بهذا الورق البلاستيكي؟ على خاطرش باش هذيك القشره اللي من الفوق ما ديريش قشره من الفوق، تقعد دائما هشيشه وطريه. فهمتوا علاه؟ ودروك غادي نخليها تبرد 10 ساعات حاميه. كي تبرد مليح غادي ندخلها الثلاجه. ولا كنتو درتوها في الليل تخلوها تبات الى الغدوه من داك تناولوها، ولا درتوها في الصباح خلوها واحد ربع سوايع ولا 5 وتقدو تاكلوها. بون تلاقاو من بعد شويه. انا خليتها انايا ريحت واحد الربع سوايع الى 5 سوايع خاطر درتها في الصباح. ودروك خلاص راهي جاهزه باش نتناولوها. على بالكم بلي الشاميه شحال ما طولت شحال ما تجي مليحه. دروك غادي نقلع هاد الورق البلاستيكي هذا ورايحين نشوفوا القوام نتاعها. شوفوا كيفاش خرجت حمراء. انا الفور ما درتلاش النار قويه من الفوق. كي بديت نحمر فيها من الفوق علاش تحصلت على هذا اللون؟ باش طيب كاع لون مو واحد، ماشي طيب لي جهه بجهه. وعندي هنايا كنت تشوفوا كيفاش تحمرت لي غايه وراهي معسله وهشيشه. ما شاء الله عليها. اني عاد انا مازال ما شفتهاش عاد الصينيه. شوفوا كي ندير صبعي من فوق تجي طريه. أنا راح نشوفها معاكم. نقصصها هنايا قدامكم باش كلشي تشوفوا. تبان شابة مازال ما دقتهاش. سمحوا لي كوبيت لا فيديو على خاطرش هذيك المغرفه جاتني صغيره. كي جيت نرفد بها هذيك لاسباتو جاتني صغيره كي رفدت بها الحبه في الحق قاعد خسرت لي. ماشي مشكل، جبت وحده كبيره وغادي نعاود نرفد هذه. بون شوفوا راني رفدتها قدامكم. شوفوا كي خرجت. ها هي السمك تاعها مناسب، ماشي غليظه ماشي رقيقه بزاف. فوالا هذه هي الشاميه تاع اليوم. وانا ديجا راني ذقتها من هذيك الحبه الاولى اللي قلعتها. بنينه 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 ومعسله، راهي باينه بلي معسله هشيشه. الحق اول مره ندير هذه الشاميه هذه تاع اللي خلطتها هكا بالميكسور وتم طيبتها. رايي فيها انها مليحه شابه عجبتني وغادي نولي نديرها صراحه عجبتني بزاف. وبالنسبه للحشوه شفتوني انا درت غير كاكاو ما درتش كاوكاو خاطرش ما بحق انا ما نبغيش كاوكاو في الوسط. وكان تاني تاع الدار ما يبغوش شاميه مخلطه بالكاوكاو. على هذه درت غير طبقه تاع كاكاو وخرجت ما شاء الله عليها وعطاتها لون شباب. ها هي قدامكم. بنينه بنينه صراحه بنينه بزاف. بالنسبه للسكر تقدروا تحكموا فيه. انا في الشربات درت غير كاس ونص. وتقدروا ما الا جاتكم حلوه تقدروا تنقصوا عاود تزيدوا ديروا غير كاس. اما في لاباط خلوهم هذوك زوج كيسان خلوهم هما عفوا. ها هي الشاميه تاعنا ووجدت تاعنا اليوم قلب اللوز شابه حلوه صراحه. انا ما نشكرش حاجه غير هكاك. ولو كان ما نجحتليش اصلا ما نبارطاجيش كاع هاد لا فيديو. فوالا هي الوصفة تاعنا لنهار اليوم انا كملناها وان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسونيش بالاعجابات خاصة الاعجابات. ونبغي برك نشكر جميع المشتركين تاع القناة تاعي الدعم المتواصل تاعهم. شكرهم بزاف بزاف. واللي راهم جدد معايا نقول لكم مرحبا بكم وانضموا لمجموعتنا. وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة تاع اليوم. سيوها وتردوا لي الخبر في التعليقات ان شاء الله.
ولا نجحت لكم ولا كاش حاجة ما فهمتوهاش، كلشي ديروا لي في التعليقات. وما تنساوش برك انه اني درت شامية مقبلها، قلب اللوز مقبلها تاع المحلات، ان شاء الله تكون كذلك هي نالت اعجابكم لانها وصفة ناجحة. وهذه هي، وصلنا لنهاية الفيديو. بقى غير نقولكم ما تنساوش تشتركوا، خاصة فعلوا الجرس، فعلوا الجرس هكا باش كندير حاجة جديدة توصلكم. وبهذا نقول لكم شكرا لكم لمتابعتكم معي الفيديو إلى الأخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.